في لحظة من الظلام يجلس رجل شابا وحيدا في غرفته يتساءل عن معنى الحياة ومكانه في هذا الكون الواسع. هل هو مجرد نقطة ضئيلة في اللامنتهى؟ أم أن لديه دور أكبر يبحث عن الجواب في عيون المطر الذي يتساقط خارج نافذته؟ هل يمكن أن يكون الجواب مختبئاً في قطرات المطر؟ مرحباً جميعاً، دعونا نتعمق في سؤال واحد تدور حوله الأحداث، وهو لماذا كل هذا؟ لماذا فكرة السلاح ما دام يستعمل للاستعراض ولا للكفاح؟ لماذا كثرة الكلام ما دام يوقع في خصام؟ لماذا كثرة التعليم ما دام لا يستفيد منه الغير؟ لماذا كثرة المال ما دام يضيع وراءه الأجيال؟ لماذا كثرة الاختلاط يسبب المشاكل والعياط؟ لماذا كثرة الأموال ما دام لا في راحة ولا اطمئنان؟ لماذا كثرة الأعداء ما دام على شيء بسيط يتنحران؟ لماذا كثرة الشقاء ما دام الحياة متيسرة؟ لماذا كثرة العذاب ما دام كل خطوة لها أسباب؟ لماذا كثرة هذا الأسى على هذه الدنيا وعلى هذه الحياة ما دام يأتينا يوم ونفارقها؟ لماذا لا نعيش فيها بهناء بخيرها وشرها دون الآلام والشقاء؟ لماذا كل هذا؟ وسلام. You asked me to marry you again. I am not going to marry you and Clarissa. I am sick of putting up with